مراته غضبت، راحت بيت اهلها، راح عشان يصالحها. شوفوا حصل له ايه. سؤال لكل راجل، هو لو مراتك غضبانة ورحت عشان تصالحها وتجيبها هي وولادك ورحت للحماك وقلت له انا عايز مراتي وعيالي، رد عليك رد وقالك والله يا صرفة هنا ما عنديش مانع خدها، بس صرفة هنا حوالي 8-9 آلاف جنيه عاوزهم اكل وشرب هي وعيالك وطلبات ليهم، ردك هيكون ايه؟ هترد تقول ايه؟ من وجهة نظر يا جماعة ان المسؤولية هنا بتتحدد حسب السبب. يعني هل الزوج هو اللي غضب مراته، ولا هي اللي من نفسها كده سابت البيت ومشيت راحت عند اهلها، راحت عند ابوها؟ انا كمان ضد ان الصلح يتحول لفلوس. ايه المشكلة لما البنت جت قعدت في بيت ابوها اللي المفروض يستحملها ويكون ظهرها وسندها، قعدت يومين عندك وكلت وشربت ايه المشكلة يعني؟ ليه تقلل منها؟ وعموما يا سيدي لو انا اللي مغضبها، اتفضل ادي الفاتورة اللي انت طلبتها مني، متشكرين لحسن استضافتك يا جد عيالي. برضو في جزئية كده نفسية للبنت او على الزوجة، ان هي لما تلاقي ابوها بيطلب تمن اقامتها عنده من زوجها، الموضوع نفسي. سواء ابوها ده بقى مقتدر او غير مقتدر، الموضوع نفسي يا جماعة، شعور قهر يا جماعة. ابوها ما استحملهاش يومين او 3 او اسبوعين او 3 او شهر او شهرين، بيجي يطلب من زوجها فلوس تمن اقامتها عنده. وده معناه انك انت بقى ايه؟ يا تعيشي مع راجل مفتري وسيء، ده لو كان مفتري وسيء، يا اما تيجي عند ابوك اللي مش قادر يصرف عليك. فهي بتبقى معصورة ما بين الاتنين، القهر في اسوأ صوره. وبكده يبقى مطلوب منك عيشي وانت ساكتة، عارفة؟ ها، خليكي كده، استحمل. مش انت اللي وافقتي عليه في الاول؟ ايا كان يا جماعة، الاصول ما تزعلش. غضبت مراتك عند اهلها، ادفع تمن اقامتها، مفيش اي مشكلة. اما لو هي مشيت من نفسها، بصراحة انا شايف ان الغلط هي اللي تتحمله، او يتحمله كمان الاب او الام اللي ما عرفوش يربوا بنتهم، طبعا بصرف النظر عن مين اللي غلطان، لان في حالات بتبقى بتستدعي ان الست تسيب البيت للراجل، ده حقيقة. ربنا يصلح الحال ما بين الجميع. ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات، لان انا مستنيه وهقرا التعليقات. في النهاية حابب اتوجه بالشكر لدعاء صلاح، شكرا لعرضك النوعية دي من الفيديوهات. صلوا على النبي.